السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هحضر بقى ايه الفطار معايا. هعمل شاي ونسكافيه، تمام، وهعمل السندوتشات على الميكر ديت، تمام. ومعايا جبنه موزاريلا. طبعا يا جماعه بقى ايه، انا حطيت الجبنه الرومي وحطيت شويه جبنه موزاريلا كده على الوش وهحطهم في الجهاز اهوت، تمام. الرغيف تمام، وهنقفل عليه. خلاص كده تمام. نشيل بصوا بقى جميل اوي. هنحط السندوتشات التانية بتاعنا اهو، تمام. هفطر ونرجع لكم حضراتكم تاني. دلوقتي بقى انا خلاص فطرت. هغسل بقى بتاع السندوتش الميكر ده، هصبنه بليفه كده. والبخاخه دي حاطه فيها ايه، خل، بيكربونات الصوديوم، وصابون مواعين، تمام. بخليها بلمع بيها اي حاجه، بغسل بيها اي حاجه، بتنفعني جدا. بمسحها بحته بتبقى زي الفل. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. ونزلت جبت بقى ايه خضره محشي بردك، احطها في اكياس كده، احط في كيسين كده خضره محشي، تمام، عشان لما نعمل محشي مع بعض احطها في الفريزر. وجبت بقدونس برضو عشان ايه، بحب ان نعمل كفته كده، نعمل اي حاجه بنحط عليها البقدونس دي، بتبقى جميله للمشويات. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. ايه مسحته خلاص، تمام. هنشيله ونعوزه ايه نطلعه. جبت الصينيه بتاعتي، احط فيها الخضره اهي، بقدونس، تمام. هو باينه ان هي صفرة، لكن هي الخضره حلوه وخضره، بس عشان ايه الفتحه الكشاف، تمام. هنغسلهم بالخل وارجع لحضراتكم يا جماعه. انا ايه، بصوا الخضر هي الخضره غسلتها بتاعت المحشي. البقدونس اهو برضو ايه، صفي الميه منه ايه، وشيل منه جزء، تمام. واحط جزء على خضره المحشي، بتنفع في اكياس برضو، تمام. المجففه اللي بتاعت الخضره دي هنحط فيها الخضار عشان تنشفه، ونشيله في الكيس عشان ما يكونش مبلول، تمام. برضه كده ايه، اتمنى كده تعمل كده باللايك والاشتراك، وارجع لحضراتكم تاني. هنقطعه بقى على البلانشه ونرجع لحضراتكم تاني. اقطع الخضره بقى على البلانشه، وجبت كيس تلاجة 3 اكياس بس اللي ايه لخضره المحشي. الخضره خلاص هحطها في كيس. قبل ما نحطها في الكيس طبعا هنعمل ايه، هنحطها في البتاع ديت اهي، هتنشفها ونشيلها في كيس عشان ما نشيلهاش مبلوله، تمام. اتمنى كده دعمكم كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. المفرمه ديت في البتاع ديت، ونزلت الميه بتاعتها خلاص، تمام. هنحطها في كيس اهي 3 اكياس، تمام. هحطهم في الفريزر، قد الوقت اللي انا اعمل فيه الاكله بقى هطلعه على طول. يا جماعه بقى ايه، قلت اعمل شويه كركديه كده يوم هنا، تمام.
هنشربه شويه كركديه وتغسله اعمله سخن. تمام. المره ايه اصبن بقى البراد. تمام. وغسلته بالصابونه. عفوا عشان ماسكه بس الموبايل لغايه ما نشوف اللي هو الايه الجهاز بتاع التصوير. كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. عايزه كده القناه تكبر بيكي وبيكي ان شاء الله. كده فيها ميه كده برضو ايه تنفع في اي وقت. وارجع لحضراتكم تاني. جبت بقى كوبايات احط سكر. تمام. وايه وهصفي بالمصفى ديت الكركديه. لسان عصفور في البطرمان وهشيله. ماشي. وهنا هحط ايه الشعريه. العلب دي بقى بتنفع معايا في ايه؟ بتنفع بتحطي فيها الخزين بتاعك. بتنفع دي بتاعت الايه الشعريه. بتحطي فيها الخزين ما تخليكيش في درج التربو مثلا ايه حاجه تقع. تمام. ولما تخلص ابقى احط الكيس تاني. ونشيل الباقي. تمام. ونصب الكركديه حضراتكم تاني. جبت الطاسه بتاعت القليه بتاعت البطاطس. هحط شويه زيت عشان احمر بطاطس. ومعايا سمك بقى سمكتين بلطيه كده وسمك مكرونه. تمام. هغسلهم بالدقيق والليمون في البوله ديت. تمام. وهنعمل شويه بطاطس بس مش هعمل رز المره دي. تمام. بطاطس محمره كده جنب الاكل تبقى حلوه قوي. طبعا حطينا شويه زيت حلوين كده. ده زيت القليه. الطاسه دي خليتها للقليه بس. ومعايا بقى ملح. معايا توم ليمون. معايا فلفل حراق. معايا كمون كزبره طبعا. ومعايا ايه تاني؟ ومعايا خل. تمام. دي لخلطة السمك. يلا بينا ننضف السمك. لحضراتكم كده حطيت شوية دقيق. تمام. ونحط السمك فيه. تمام. وهنحط ليمون. طبعا يا جماعة السمك بتاعي اهو زي الفل. سمك المكرونة والسمك ايه البلطي. تمام. وهندبلهم مع بعض على طول ونحطه في التلاجة شويه لغايه ما البطاطس تتحمر ونقليهم في الزيت. اتمنى كده دعمك كده باللايك عشان يوصلك كل جديد انا بنزله في قناتي. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. جبت الكبه بتاعتي والفلفل اهوت. وهنحط ايه تاني؟ الثوم بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط الكزبره والكمون. وهنحط الخل. تمام. وهنحط الليمون. نعصر الليمون. حطينا الخل الليمون بتاعنا. حطينا كده ليمونه ونص حلوين. وهنحط شويه خل عفوا حطينا شويه خل. نحط شويه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيب كده
السمك كله. تمام. طبعا يا جماعه انا عملت السمك كده عشان احط التتبيله فيه بالشوضه. تبلت خلاص السمك، كان نص كيلو من المكرونه السمك دوت والسمكتين بلطي. تمام. تبلتهم بالتتبيله ديت الجميله بتاعت الكزبره والكمون والليمون والخل والفلفل الحراق. عايزه تبدليه بفلفل الوان او فلفل احمر او فلفل رومي زي ما انت عايزه، بس انا عملته بالفلفل اللي هو السبايسي ده. تمام. حطها في التلاجة شويه، وبعد كده هرجع لحضراتكم نتبله مع بعض. وهنقلي عفوا هنقلي السمك مع بعض، وهنعمل طبق سلطه كده مع بعض. ما عنديش جرجير ولا اي حاجه، هعمل السلطه لها بصلايه صغنونه كمان نقطعها. السلطه خلاص بشرت الجزر وحطيت بصل طماطم وفلفل وخيار. تمام. احطها في التلاجة على وقت الغدا هنعملها مع بعض. انا حطيت الزيت على النار والبطاطس اهيت، والزيت التاني دوت للسمك. تمام. جهزت كده نضفت البوتاجاز عشان بحب اشتغل على على النضافه. تمام. انا طلعت العيش من الفريزر ومعايا دقيق، وهحط شويه من الكاري والكركم مع الدقيق كده، ومعايا السمك هتبله بيها. اتمنى كده تدعميني كده باللايك. بيبقى لون الدقيق بيبقى جميل قوي في ما تحطش كاري وكركم بيبقى لون السمك حلو قوي. تمام. نحط السمك كده ونتبله. حطينا الزيت يقدح على النار. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. دعميني كده باللايك. اللي بيحب بقى السمك المكرونه يقول لي في الكومنتات. انا من عشاق بقى السمك المكرونه والبلطي بالذات مقلي اكتر من مشويه. طبعا يا جماعه السمك بقليه بقى، قلت شويه من المكرونه وشويه من البلطيايه والمكرونه والبطاطس. عفوا البطاطس هي بتتقلي. قلت بدل شويه رز، لسه واكلين رز مع كان سمك مشوي قبل كده، فقلت اعمل طبق بطاطس كده بالعيش. الحر اصلا مش عايز سمك، هو عايز سمك، بس المشكله اللي هو مشوي بقى، مش عايز مقليات وحاجات زي الحر. بس يلا نعمل الحمد لله. خلاص العيش في الفرن. عملت السمك البلطي الجميل والمكرونه سلطه، طبق البطاطس. واتمنى كده تدعموني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فشار اهو، فشار ده اخر بقى الروتين بتاعنا النهارده.